رمية جانبية لصالح حجر، ملعوب الكرة سريعة داخل منطقة الجزاء، وحسن العتيبي يخلصها بيد واحدة وتعود الكرة لصالح حجر. خالد الرجيب والكرة في المرمى، هدف أول لهجر، هدف في الدقيقة السابعة من رمية جانبية سريعة ملعوبة، واستغلال أيضا لعدم وجود التسلل في مثل الكرات من رمية الجانبية ملعوبة سريعة. اللي أخرج الكرة هو أسامة هوساوي، وبالتالي تغطية مرمى أسامة هوساوي ومرمى الهلال كان من الصعب عليه ومن الصعب عليه العودة. عادت الكرة وخالد الرجيب هو من يسجل، سجل في بداية الدوري هناك في الأحساء هدف في مرمى الهلال، هنا يسجل أيضا في هدف في مرمى الهلال، وهنا كرة حسن العتيبي. المحاولة جاءت والتسديدة كانت من محمد الخميس، محرز منها الهدف الأول في المباراة، وهدف هدف فريق نادي هجر. هذه عادة مرة أخرى متابعها أيضا حسن العتيبي، لم يستطع الامساك بالكرة بالشكل السليم، وبالتالي إعادة الرمية الجانبية. حسن العتيبي لم يمسك الكرة بالشكل السليم، ومحمد الخميس ياخذها بشكل ممتاز ويسجل كرة في المرمى. الهدف عبد العزيز الدوسري يحاول من بعيد، لكن يفضل التمرير للشلهوب الى الدوسري، التمريرات الارضيه، محاوله من عبد العزيز وهدف التعادل، هدف التعادل للهلال في الدقيقه 35. يسجل عبد العزيز الدوسري بعد محاولات وبعد ايضا سيطره تامه من الدقيقه السابعه. تاتي وتنجح التمريره القصيره، تنجح الكرات الون تو. توماس دول يتنفس الصعداء ويسجل عبد العزيز الدوسري. سدد نواف العابد ولم تنجح، عرضيه سلمان الفرج لم تنجح، محاولات هلاليه عديده لم تنجح. الالتراس الهلالي يظهر هنا مع التسديده القويه اللي كانت من عبد العزيز الدوسري، هو اللي استلم الكره، مرر لمحمد الشلهوب لعزوز، عزوز سدد والكره على يسار حارس المرمى مصطفى ملايكه. والهدف الاول للهلال هدف التعادل ياتي على يسار حارس مرمى هجر مصطفى ملايكه. مجهود كبير يؤديه كان عبد العزيز الدوسري في خط المنتصف هو ونواف العابد. متابع الكره العرضيه الهلاليه يوسف العربي، جول! هدف في الدقيقه 24. يوسف العربي مع اول كره يستلمها صح، يحط الكره بالراس صح، وتقدم من مصطفى ملايكه والكره فوق حارس المرمى. هدف هلالي ثاني في الدقيقه 24. يوسف العربي، وهدف تاسع للعربي في هذا الدوري، في دوري زين السعودي المحترفين. نتابع كرة سلمان الفرج العرضية باليمنى، ويوسف يضع كرة في الزاوية العليا اليمنى لحارس المرمى مصطفى ملايكة، وهدف ثاني للهلال. ويوسف العربي وكأنه يرد على المشجع البسيط اللي يتواجد امام المشجع الهلالي الذي كان لا يريد ان يدخل احمد الفريدي ويخرج نواف العابد نتيجه لمهارات نواف ولمقدره نواف ولسرعه نواف. ولكن يوسف العربي عندما تاتي له الكره بالشكل السليم، هذا ما حدث في الكره الماضيه. يو بيونغ سو يتقدم لصالح الهلال، يو بيونغ سو يحاول بالعرضيه الى العربي، هدف ثالث العربي، والهدف الثالث في الدقيقه 33. يوسف العربي يظهر للمرة الثانية، يظهر مجددا ويسجل هدف ثالث الهلال، وهدف عاشر ليوسف العربي في دوري زين السعودي للمحترفين. هدف ثالث للهلال، فرحة هلالية منظمة هناك في مدرجات الدرجة الثانية. ويو بيونغ سو يأتي بالتفاهم، صح في تفاهم، لكن شوفوا تحرك يوسف العربي خلف المدافع ايضا، والكره على يمين مصطفى ملايكه. والهدف الثالث للهلال، والثقه اللي كان عليها توماس دول مع يوسف العربي بابقائه في المباراه بالرغم من عدم الرضا اللي كان على الجمهور.